تسوية الصفوف، وهذه هي المشكلة عند كثير من أئمة المساجد، وهذا حقيقة مما يؤسف له، وهو ترك لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولسنته. فلقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة وأوجه متنوعة، سيأتي معنا شيء منها، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر حتى يطمئن على استواء الصفوف، وكان يعدل الصفوف بقوله وفعله وإشارته صلى الله عليه وسلم. أما قوله فكان يقول استووا، اعتدلوا، تراصوا، هذا مما كان يقوله عليه الصلاة والسلام. وأما بفعله فكان يمسح مناكب أصحابه حتى يجعلها مستوية كالجدار المرصوص، يمسح مناكب أصحابه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث فهي الإشارة، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. ومرة لما أراد أن يكبر بعدما استوت الصفوف التفت فإذا رجل قد بدا صدره فغضب صلى الله عليه وسلم، قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، غضب عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة الكرام فهموا هذا المعنى، حتى كان عمر بن الخطاب يجعل عريفا يسوي الصفوف، وأشد الناس في هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان شديدا في هذا، ما كان يكبر حتى يطمئن على استواء جميع الصفوف وليس الصف الأول، يطمئن على جميع الصفوف. وكان بلال، ذكر بأن بلال كان يضرب الأقدام التي لا تقف في الصف معتدلة، وهذا يدل على ماذا؟ على أهمية الاستواء في الصف. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر العقوبة ذكر سنة كونية قدرية سبحان الله العظيم، وهي قضية اختلاف القلوب، يعني هذه من سنن الله الكونية، وربطها بسنة من سنن الصلاة على قول من يرى بأنها سنة، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وانظر إلى هذا الأمر الخطير، يعني إذا الصفوف قامت معوجة ولم تستوي فهذه علامة على ضرب القلوب والعياذ بالله، اختلاف القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا تجد بعض أئمة المساجد ما ترى وجهه، إمام المسجد ما يعني ترى وجهه قبل الصلاة، ممكن إذا التفت بعد انتهاء الصلاة. الأصل أن إمام المسجد الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فالإمام يلتفت إلى جماعة مسجده ولا يكبر إلا وقد اطمأن. يعني بعض الأئمة المساجد الناس ما زالوا يتحركون في الصف حتى يقفوا وهو قد كبر، وهذا لا شك بأنها مخالفة، وهذا لا يفعلونه عن قصد وفقهم الله، وإنما عن جهل أو عدم اهتمام مثلا. ولذلك أنا أهيب بإخواني أئمة المساجد بالعناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم إهمال ذلك، وأطلب منهم أن يقرأوا في هذه المسألة على وجه التحديد، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام رهب من ذلك وخوف عليه الصلاة والسلام وغضب. ولا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام على أمر يسير، إنما هذا أمر عسير وشديد كان يغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم.